بربع كيلو لحمة هتعملي احلى حواوشي بطعم وريحة مفيش بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جايلكم بفيديو جديد. انا دلوقتي بظروف الغلا اللي احنا فيه بحب اعمل لكم كده اكلات اقتصادية جدا، بما فيش يعني ان حاجة تبقى عندك بسيطة وتخليها كمية كبيرة وهتغذي اولادك بيها وهتوفر معاكي كتير. طبعا انا ما عنديش الا ربع كيلو لحمة، فانا عايزه اعمل حواوشي. طيب انا عايزه اعمل حواوشي، ايوه هعمل بيه حواوشي واعمل معايا كميه حلوه. يلا كده صلوا على النبي واذكروا الله وتعالوا نشوف هنعمل طريقتنا الحلوه دي ازاي. انا معايا هنا ربع كيلو لحمه زي ما قلت لكم، هو الربع كيلو لحمه مفيش الا هو. ومعايا كده عودين من البقدونس، عودين من الكزبره، عفوا عودين من الكزبره. معايا بصلتين، بصلايه كده حمراء وبصله بيضاء صغيره. ومعايا قرنين فلفل وقرنين شطه حامي. تمام، حابه تخليه حامي ماشي، مفيش مش حابه اعملي بارد، ما تحطيش شطه حاميه يعني. تمام. ومعايا فصين من الثوم. معايا هنا البهارات بقى، معايا 7 بهارات: بصل بودرة، توم بودرة، ديت قرفة، فلفل، بابريكا، ملح، جوز الطيب. تمام. عندك بهارات حواوشي حط بهارات حواوشي، انا طبعا ما عنديش، بس البهارات ديت تغني عن بهارات الحواوشي خالص. يعني البهارات دي تغني عنها، جميلة جدا، كلها بهارات يعني مشكلة. وجوز الطيب بتدينا طعم للحواوشي حلو جدا. تمام كده ديت المكونات بتاعتي. هبدأ دلوقتي ان انا هجيب الكبة. كده انا جبت الكبة بقى، هبدأ ان انا اقطع البصل والفلفل والخضار بتاعي ده كله واحطه في الكبة زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. لو انت اول مرة تشوف الفيديو متنسيش تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت مشتركة ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلوة منك كده. بحبكم في الله، احلى متابعين. كده بقى انا قطعت البصل، هبدأ ان انا اقطع الفلفل. وزي ما قلت لكم، حابه تخلي يبقى سبايسي خليه سبايسي، زي يبقى بارد زي ما انت تحبي. عندك فلفلايه حمرا حطي برضو مفيش مانع، انا ما كانش متوفر عندي الفلفل الاحمر، انا حطيت فلفل اخضر وحطيت توم، فصين من التوم. وهبدا اضربه بقى في الكبه، ضربته كده ضربتين، وهبدا ان انا احط برضو كل عودين الكزبره وهضربه في الكبه. جبت كده الطبق بتاعي وهبدا ان انا احط الخليط بتاعي بعد ما ضربته بقى في الخلاط، البصل والفلفل والثوم والكزبره. وهبدا انزل بالخليط بقى في الطبق. كده بقى انا نزلت بالخليط بتاعي في الطبق، وابدا ان انا احط عليه اللحمه. تمام. وهبدا ان انا انزل برضو بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها. تمام. وهبدا ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. حابه تحطي طماطمايه برضو مفيش مانع، حطي طماطم برضو بتدينا طعم مسكر ليه، انا طبعا ما حطيتش. انا يعني كانت بنتي مدوخاني شويه، فانا طبعا ان انا نسيت الطماطم دي، حكايه الطماطم دي، لكن انا بحب احط معاها طماطمايه كده بتدينا طعم مسكر للحواوشي. في الوقت كانت بنتي طبعا كان عمال تشد الحامل وعمال يتهزز مني، مبقتش عارفه اصور خالص، فانا نسيت الطماطميه. بس طبعا كان طعمه حلو برضو، ما كانش وحش. الطماطميه برضو بتدينا برضو سكر للحواوشي كده. فطبعا انا نسيتها برضو، عادي حلو جدا. ما شاء الله. انا بدأت ان انا اكور كده حته اللحمه، وجبت الرغيف زي معايا كده عيش بلدي، عيش من على البطاقه عادي خالص. وبدأت ان انا اجيب اللحمة بتاعتي، وبدأت ان انا افردها في الرغيف. ما شاء الله كان الرغيف مليان. وطبعا زي ما قلت لكم العيش من على البطاقة خالص، يعني جايباه من الفرن من على البطاقة. يعني مش مكلفة اي حاجة، هو ربع كيلو لحمة وبقية الخضار من عندك من بيتك، مش تكاليف ولا اي حاجة. وعملت حواوشي وفرحت اولادك. طبعا اطفالنا بيحبوا الحاجات دي وبيحبوا الاكل ده جدا، بيحبوا النواشف عن الطبيخ والرز والكلام ده كله، وبيفرحوا بيه. فانا طبعا الربع كيلو لحمه انا عمل لي 6 رغيفه عيش من اللي هو العيش البلد ده. يعني ما شاء الله الرغيف مش صغير، كبير زي ما انتم شايفين كده.
وما شاء الله اللحمة نفشت في قلبه من جوه كده، والبصل وبقى مليان يعني. الحمد لله الكمية زادت وكلنا وشبعنا وفاض كمان. ربنا يديمها علينا نعمة. انا كده خلصت زي ما قلت لكم الحواوشي. عمل معايا 6 رغيفة، وما شاء الله الرغيف كبير مش صغير. طبعا انا جبت الصوجة بتاعة الفرن، هحاول ابدأ ان انا احط عليها نقطة من الزيت، وهبدأ ان انا بالفرشة كده وادهنها عشان ان انا ارص العيش بتاعي عليه. دي الصوجة بتاعة الفرن عادي خالص اللي بنحط فوق الشبكة. تمام. وانا بدأت كده ان اولع الفرن يسخن، وبدأت ان انا ارص العيش بتاعي بالشكل ده. ما شاء الله الصاج خد معايا ال6 رغيفة الحواوشي. وبدأت ان انا ادهن الوش كده من فوق زيت عشان يحمر معايا. طبعا انا بحب احط اللحمة نية، مش بحب احطها معصجة خالص. وبدأت ان انا ادهن الوش بقى زي ما انتوا شايفين كده. آه بدأت ان انا ادهنه. وبدأت ان بقى انا ادخله الفرن كده. تعالوا بقى نشوفه بعد ما خرج من الفرن. طبعا انا لما القعر احمر انا قلبته على الوش، عشان انا ما ولعتش الشوايه خالص، سبت ده كله على القعر. وطيت الشبكه ورحت حاطه حاطه الصاج ده على الشبكه. ماشي، شايفين الوش، شايفين الجمال. انا قطعته عشان اوريهولكم. انا بحب اقطعه كده بالنص. شايفين ما شاء الله اللحمه في قلب العيش مليان. يعني ما شاء الله مليان، وطعمه وريحه خطيره جدا. وجبت بقى كده الشيبسي وليمون بقى معصفر من اللي انا كنت معصفراه معاكم، طعمه حلو جدا. وكده الفيديو بتاعي النهارده كان جميل جدا، وكان يوم حلو. يعني كان حواوشي، وكان ما خدش مني اي وقت، كده في ثانيه عملته. يعني مش بياخد منك اي وقت ولا غلبة خالص، وفي ثانيه بتعمليه وفي ثانيه بتاكليه. حاجه حلوه خالص. وكده الفيديو بتاعي خالص، ما تنسوش تعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.